حضرتك خرجتي مع اصحابك خروجه حلوه ولبستي لبس عريان جدا وتصورتي صور كتيره قوي براحتك. بس ايه اللي بيخليك ان انت تنزلي الصور دي باللبس العريان على السوشيال ميديا وتوريها للبنات؟ انت عارفه ان انت كده ممكن ان انت تشجعي البنات يلبسوا زيك عريان، وبتعملي دعايه لستايل اللبس العريان ده. وحضرتك بتشوف صور إباحية، بتحب تتفرج على صور إباحية براحتك، بس ليه بتروح تنزل الصور دي على الستوري وعلى البروفايل بتاعك، وتمشي كمان تقول للناس خشوا اتفرجوا على البروفايل بتاعي، أنا عندي أفلام وصور حلوة قوي هتعجبكم؟ انت بتعمل كده ليه؟ وبتسوق لإيه؟ وعايز توصل لإيه؟ تعرفوا ان انتوا لما تموتوا ذنوبكم هتفضل مستمرة؟ يعني انت مت ورحت عند ربنا بس ذنبك لسه عايش، لانك مش بس غلطت، انت كمان علمت وشجعت غيرك انه يغلط نفس غلطك. يا جماعة ما تنسوش ان شر المذنبين هو اللي بيترك الدنيا ويبقى ذنبه، هو اللي بيموت وبيفضل ذنبه عايش، ده شر المذنبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان من دعا لضلالة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها حتى يوم القيامة.